الامتحان الوطني والجهوي ما بقى ليهم والو، حنا على بعد واحد 60 يوم من هاد الامتحانات. ولكن انت واحد التلميذ اللي كيقرا في اولى باك، ثانيه باك، ولا كيوجد باك حر، فانت غالبا كدوز من واحد المرحله اللي صعيبه، واحد المرحله اللي قاصحه، فيها ستريس، فيها الضغط، فيها الشك واش فريمون في الاخر ديال العام غادي تحقق هذاك الهدف ديالك، غادي تجيب ديك النقطه اللي كطمح ليها، وغادي تدخل ديك المدرسه اللي تتعجبك وغتكمل فيها قرايتك. انا كنقول لك باللي الا كنتي كتسول واش هاد 60 يوم كافيه، واش هاد 60 يوم غادي تخليك على انك تحقق الهدف ديالك، فالجواب من عندي هو ولكن بشرط. الشرط هو تعرف كيفاش تستغل مزيان هاد 60 يوم. كنعرف مجموعه ديال التلاميذ اللي كانوا كيبريباريو من الاول ديال العام وجاو حتى للشهر الاخر ولاشاو، حبسوا، ما كملوش. كاين فيهم اللي ما نجحش كاع وجاتو استدراكي. داكشي علاش هاد الوقيته اللي بقات خاصك تعرف مزيان كيفاش تستغلها. وانا متاكد ماشي غير هضره، ولكن متاكد بالدلائل باللي الا كانت عندك واحد الخطه اللي محكمه اللي واضحه اشنو غادي دير في هاد 60 يوم، الا كانوا عندك الطرق الصحيحه ديال المراجعه، الطرق الصحيحه ديال الحفظ، الا كنتي غادي تستمر وما غاديش تحبس، الا عرفتي كيفاش تنظم الوقت ديالك، فاكيد انا كنضمن لك باللي على الاقل غادي تجيب واحد 16 واللي غادي تخول لك انك تدوز لي كونكور ديال المدارس العليا بحال لانسا، لانسام، لون سي جي والميديسين. الا ما كنتيش عارف كيفاش تصاوب واحد الخطه وواحد البرنامج واضح لهاد 60 يوم، الا كنتي تتبدا المراجعه وتتحبس، ما كتركزش في هذيك المراجعه، ما عندكش الدروس اللي ملخصه اللي مقاده اللي غتخليك على انك تفهم هاد المواد، ما كتعرفش كيفاش تخدم الامتحانات وتستافد منهم، عندك واحد المشكل كبير في الحفظ ديال المواد الادبيه، فانا كنقترح عليك انك تسجل في البلاتفورم اللي سميتها اكاديميه النخبه، واللي فيها غادي تلقى كاع داكشي اللي غادي تحتاج. غادي تصاوب برنامج خاص بك، غادي تقدر على انك تستمر في المراجعه حتى نهار الامتحان، غادي تقدر على انك تنظم الوقت ديالك وتستغلو مزيان، غادي تتعرف على مجموعه ديال التقنيات اللي متقدمه بزاف واللي كيستعملوها غير الطلبه ديال كليه الطب، غادي تلقى حتى الطريقه كيفاش تفهم الدروس وتصايب واحد الملخصات، وغيكونوا حتى ملخصات واجده الا بغيتي تستعملها. غادي تتعرف على الطريقه الفعاله كيفاش تخدم الامتحانات القدام وتستافد منهم مزيان باش ملي تمشي للامتحان الوطني اللي غادي تدوز تجيب فيه لو ماكسيموم. بخلاصه غادي تلقى كاع داكشي اللي غادي تحتاج باش انك تجيب الباك ديالك بميزات حسن جدا. ومن غير هذا الشيء غادي نكون الرفيق والمساند ديالك في لا بريباراسيون ديال لي كونكور لانسا، لانسام، الميديسين ولان سي جي. غادي نعطيك كاع لي زاستوس اللي غادي يعاونوك باش انك تكون في الليست برينسيبال وتلتحق بوحده من هاد المدارس، بالاضافه لحصص التتبع اللي غادي تكون كل اسبوع من دابا حتى تدوز اخر كونكور ديالك، اللي تقدر تصوني فيها اي سؤال وتناقش معايا فيها اي مشكل تتعاني منه، ونعطيك الحلول اللي غتمكنك باش انك تتجاوز. عاد باش ما نساوش واحد الجروب في اي بي اللي غيكون في التليجرام، اللي غادي يكونوا فيه كاع الناس اللي تسجلوا في هاد الاكاديمي، واللي غادي يكونوا فيه بزاف ديال المفاجآت. الا كنتي مهتم وبغيتي تحقق الهدف ديالك وتجيب الباك بمونسيون تري بيان، ومن مورا تدخل لاحدى المدارس اللي هضرت عليها قبل، فانا كننصحك على انك تهبط لتحت، غادي تلقى البروغرام كامل ديال الاكاديمي، غادي تلقى جميع المعلومات بخصوص هاد الاكاديمي، وتقدر من تما تكليك على واحد العيبه وتدوز لاباج الثانيه فين تقدر دوز لا كوموند ديالك. اين فوا غادي تحط المعلومات ديالك، وان فوا غادي دوز لا كوموند يوصلك واحد الايميل فيه واحد الرابط اللي تقدر منه تدخل لهذيك البلاتفورم. سينو الا ما كنتيش كتوفر على بطاقه بنكيه ولا حساب باي بال، تقدر تصيفط لي ميساج في واحد النمره واتساب غتلقاها لتحت ولا في الايميل ديالي، وانا ديك الساعه غادي نجاوبك وغادي نعطيك لا بروسيدور كيفاش يمكن لك تستافد وتسجل في هذا الاكاديمي. ما تنساش بلي المقاعد جد محدوده، والثمن باش انك تسجل في الاكاديمي حاليا هو هابط بزاف، ولكن من مورا يوم الاربعاء الثمن غادي يتزاد. حاول ما امكن انك تستغل هذه الفرصه وتسجل اقرب وقت. هادشي اللي كاين دابا. تخيل معايا انه نهار الاعلان على النتائج ديال البكالوريا غادي تكون سوا في الحاله الاولى ديال انك فرحان، عاجبك الحال، ساتيسفي وفخور براسك حيت جبتي واحد النقطه مزيانه وفرحتي والديك وفرحتي راسك وتقدر تدخل ديك المدرسه اللي كتحلم بها، ولا غادي تكون في الحاله الثانيه في انك كاعي حاقد، كتشوف بلي العام ديالك كامل ضاع، ما حققتيش ديك النتيجه اللي كطمح ليها، وغادي تشوف واحد النظره ديال الحسره من والديك. دابا القرار بين يديك، انت اللي غادي تختار لا سيتوياسيون اللي بغيتي تكون فيها. بالنسبه للناس اللي خداو القرار انهم يستثمروا ويتسجلوا في الاكاديمي، فانا كنقول لكم نتلاقاو في اول حصه ان شاء الله.